السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد فعلا من التطبيقات في القناة. عندي اضرافك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان تطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه راتيو. التطبيق ده مساحته 71 ميجا، محمله اكتر من 1,000,000 شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بان هو بيجمع لك رسائل التطبيقات كلها، زي مثلا رسائل الانستجرام، رسائل الماسنجر، رسائل التليجرام. بيجمعها لك كلها في مكان واحد، بدون الحاجة ان انت تفضل تدخل في اكتر من تطبيق، او بدون الحاجة ان انت تجيلك رسائل وما تعرفش ان الرسالة جات، او تنسى ان انت تشوفها، او تنسى ان انت ترد عليها. فهو بيجمع لك كل الرسائل في مكان واحد، الرسائل اللي انت قريتها والرسائل اللي انت ما قريتهاش. دي حاجة. تاني حاجة بيجيب لك على طول الإشعار بيهم أول بأول على التطبيق. تالت حاجة بيحاول إن هو يقلل وقتك أو يقلل استخدامك للموبايل، بحيث إن أنت ما تستهلكش كل وقتك أو تضيع كل وقتك في حاجات ملهاش لازمة، أو حاجات يعني تبقى قاعد مثلا عمال تعمل كل اللي انت بتعمله. انت قاعد مثلا عمال تعمل سكرول او عمال تدور على حاجات ملهاش لازمه، او بتفتح في اي حاجه وخلاص. فهو بيحاول ان هو يقلل وقتك على الموبايل من خلال التطبيق ده كده الغرض من التطبيق، وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية ومفهوش لغة عربية، بالاضافة لان الواجهة بتاع التطبيق الالوان بتاعتها الوان ابيض واسود بس، ما فيهاش الوان متعددة كتيرة. بس كده يعتبر ابسط شرح للتطبيق بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين اكتب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه قبل التطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو اكتشفت ميزه عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنوه بنوع عليه في آخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو حمل التطبيق ولقى فيه حاجه مختلفه يكتبها في التعليقات. واحنا دايما بنثبت التعليقات بتاعت الناس سواء الايجابيه او السلبيه. الكلام ده بنقوله ليه؟ بنقوله عشان بعض الناس اللي بتخش تشوف الفيديوهات الموجوده على القناه وتلاقي في حاجات مختلفه تقول لك انتوا ليه مش شايلين كل الحاجات الايجابيه، ليه مش شايلين كل الحاجات السلبيه. ده ببساطه لان وقت شرح التطبيق ونزول الفيديو ما كانتش الحاجات دي موجوده. اما لو انت شاهدت الفيديو بعد نزوله بيوم بيومين باسبوع بشهر تلاقي كل الحاجات اللي انا قايلها عن التطبيق اللي موجوده بالظبط. عشان كده دايما بنأكد وننوه ان لو حد لقى حاجه مختلفه يكتبها في التعليقات كمساعده منه ومساهمه لاي شخص تاني حابب ان هو يشاهد الفيديو ويحمل التطبيق. اما لو انت دخلت على القناه ولقيت الفيديوهات موجوده على القناه بقالها فتره طويله وخايف ان تتحمل التطبيق يكون في حاجات مختلفه، انت ممكن تكتب لي في تعليقات الفيديو او تراسلني على الفيس او على ماسنجر على الاكونت باسم راجع برامج وتقول لي اشرح لي التطبيق ده مره كمان، وانا هنزل لك شرح مفصل ومبسط للتطبيق، مميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشترك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجه عن التطبيق. طبعا احنا الفيديوهات اللي عندنا على القناه ممكن بننزل لكل تطبيق اكتر من فيديو على حسب التحديثات اللي بنعرف انها تمت للتطبيق. وبس كده، شكرا، سلام عليكم.